السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيث ماذي اسماء إذا خي ضفان خذ أنت مزيغ 8 متجام داخل ثمات النغ غبار ريث مات النغ نقروم رمضان مبارك سعيد ونطحب الزيوم زي جديد غال برنامج نوم ثفوت نوراون تتصل رب العالمين هذه الصار ثفوين خورا النخ ماني مبنجا. أيث ماذي اسماء خلص النهار ذي السوار عقوق الوالدين قمة كينا خنزا الفقرات نخل المحاور الحلقية أضغى من دور. لا طاعة في معصية أنه نعبد توحدث وبالوالدين إحسانا. 40 درهم قيجي خسا غدا مش كثار زي 10,000 في النهار ما شاء الله غالب. مي غنسيو الوالدين يعني خصنا غنقيج النقطة أنغزا غادين منت الحقوق خل الآباء منت الحقوق خل الأبناء. أيث ما يسمى نهار إخضار الموضوع لأنه يجي موضوع مهم والظاهرة هي العقوق في انتشار الطاس ذي المجتمع النخ. سويني خصها نسقسا ماني الزنغ ديك كرهرشا وأنغزار رعيب وذي الجام هذه الوالدين ماذي ثارة وتنسان ما ذي التربية والتغى بوذين التربية زيت مزيغ إلى غير ذلك. فثم سرينا أيث ما يسمع الزن مرة إن شاء الله أغاس نتنبد ذي خراستا من زي ما مش نيخ مثلا غنخذي المغرب نخذي العالم الاسلامي تغادي نبوش نحجت قانص دور العجزه ما يمي لان تغنخذ عيب انق دور العجزه ما يمي غنخذ عيب لانه رب العالمين يوصنخ الوالدين على اساس انه اكين خزدغن خص ننفق هذا يسنق قرخه كيسنق الاحسان بصفه عامه ما مش خيومار الله سبحانه جل وعلا والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك ذي السنة يتوصي نخ أنقر خار ذي الوالدين. ولكن لأن ظهان ضرب بعض الأمراض ذي المجتمعات النخ ذورني وذن الطان الوالدين سنغا برا فذورن حتى ذي العالم الإسلامي تقن دور العجزة ما يمي باش هذه سن يفسر أني يجندي برا إنضان ثار وانسن يخفت خلان طاوانسن ربما ديري السبب التمغاث ربما الأسباب متعددة ولكن السبب مقران أنه زيت مزيق تيري وذي نبوش التربية حسنه يمكن تغادي نسوء المعامله رمي توغا الاب اللي قوى يتعدى ثاونس الشثيثن رمي يمغى نضان تخبارا ربما اتيري ثمغا تنشن الجن زي ثاون الناس نشوخ خبو باباش مارث خصدينش والانسان ويزمار هذه في الضل ثمغات مش مثقه الوالدين الناس الا مرتو الوالدين الناس يعني وقاربوا على حدود الله هذه خزامش غيق على اساس انه كيس نقبل التي يحسن كيس عيشنا كيس قيمه دي ثداث اما مرتو غتعدى ثمغاث فالوالدين وزمان تبدرذ اما ثمغارين ممكن وخفت القذة ويثمغاث النغني لذلك كيف ما يسمع الزن يخصى انقر هذه الوالدين لان الله تعالى يتوصي ينخذ القران قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين غفورا. هذه الآية آية ما هذه سبع الزن الله سبحانه جل وعلا يقارن بأنه يقضى خنخ الله سبحانه جل وعلا يقدر خنخ سبحانه جل وعلا أنه مثلا عبد التوحدث أواني العبادة الله سبحانه جل وعلا يتسد الإحسان إلى الوالدين وبالوالدين إحسانا ومرة نلاحظ ذنيتا بالوالدين وجبوا الإحسان إلى الوالدين. قال بعض العلماء بأن الحرفان الباء يخسدين يودي وجه تاسنا شخص نتخدم نتكش الثمانية ثوا وإنما البر كيس نتقد البر الإحسان توقاضا تحترمض إلى غير ذلك. أيث ما يسمى قمة كينا خنزار المشهد التمثيلي هضغاو من ذور باش نسيور ديال الموضوع التفصيل إن شاء الله تعالى. فضا وشي المصروف النهارة 40 درهم. ومين تخسد هذا يجي؟ أقا من زمار غادي مشي غدوني
التراد خدمتي غير جان على قد الحلوى عاد والتوفيق ارمي تق زورينو اردا فغشر خدمت خير زي ثانيثا رخذني هذا مشي غمين تخسد 40 درهم. هاد صغاروز وهاد صغ التليفون نبي يا اخي. أقخسا غيجي هذا مشي كثار زي 10,000 في النهار ما شاء الله غالب وغالي والو. افضل فضل غنيت من دستني ذي بابام. اوف مرا اوف. من انا 8 وستينا ما غيزلا الحلال بدات ننتث حشومة خم قد بابا ميجي تزوجيش العدو ينام هقايرو خاصة ورا كيدم اخزا داقي قد بابا مدا بوبري وهاي جا عاد روحي يوفر خدمت قيم البدقة راسها ويدا يومي يهرك بوبري خلي الكاس نوامان وداس النيت غاكا بابا حتى تسجم كي داس وفهم خشي ما نسش مدوير قال المعاملة يتجان كلشي قد بابا ملي كيتجا ونيتا يخصيش ما تعمل هذاك يدس مليح نغشم خصد كلشي باطل الزولات نطوض ياك عادة ديال سجن الوقت خلي الشمة تقطا وينم هذا مكان كتازي منايا عقر خس تاورا تعاود رجع في الله لا اله الا الله مين غاكا روخا لا اله الا الله. ايثما يسمع الزن المشهد كاين في الزريم وجبود الحقيقه ديج المشهد التمثيلي وهو ولكن من يتوقع عندي الواقع النخ كتار زي ما انايا صواتس ومرا تامل مليح كاين خص تسجل مجموعه من الملاحظات مزواروت ان ثحن جاثه ثانيتا وتخضابو الوقت المناسب اذا غثار 8 باباس يلا يقين يسير قزم زوارو غادي يفضى الناس خصن تي 8 الى غير ذلك ورومي اذا سيوكشا 8 واثقني عشاس العدد ني اذا سيوكشا والمساله والسنين ثغنا انت ثاني باباس رومي اذا سينا قوا غاريشا نخدم ثوايد جيشا الى غير ذلك واثق الدار بالظروف الناس لان معليك توغاغاس باباس هذا سيعني لان الوالدين من غاسني غير هذه ثلاث سن ثار سن يمكن الفرط ندي كلشي انيش نطار سن مالتو غين الوالدين دي عقريين الى غير ذلك وذي سنت فاريت نشا لان الوالدين بدات تخسن خاري ثار ونس ما مشنا سويني ممكن الاب نيخ الام تحسدني جنزي الطاف الا ثار ونصن ما يمي قانس مرن شينوان غري خص ثار ون خذ غنحسن الزينخ مرا وان حري ثاون خص دايرين شنان مرن شينوان عني ثاون خص دايرين عنان ما يمي لان تفتخرن الصار ونصن قانس قد ميسن فران اللهم غدا سنين ميسن فران دكتور عالم يغرى يصراح اقث مليح يخدم الى غير ذلك خا زملنا ناس اقميس نفران يستشارا يتوطد قوان ويتجيبو مليح ويخدم فالانسان لابد يتما يسمع الزن هذه السن بان الوالدين بدا تخسن الخار يثار وتنسن الملاحظه والثلاثه يتما يسمع الزن ثحن جاتني حتى يقيمس وكيسمعي ملبو مليح يجي نخزرات وجبو التنير ثم الناس اوف ونشين السن بان رب العالمين ينهايا نخمنايا فلا تقل لهما اف ما مش نزرى الخو هذه الايات اللي يعذون وهذا سنقام بو اوف الوالدين اللي كيس نتقمج المعامله التعفنت ثم الملاحظه ان نيث ما يسمع الزن تغادي نجي توجيه بليغ زي الام السوره كيس الاداب التي هي احسن لان الام بدات تيري التحنين تخسر خار يطاول نص طابات مليح سواور وخون قص فكاري الناس واتتون الا رشم ممكن تيري ذي الام ما تقي طاولنا اقامين تقدر خوي بابا مذيمام اذكي مكن طاولنا بمعنى كي مكن العقوق ما يمي لانه كما تدين تدان من غتقذ اذا شغيت وخرقا ثم ايثما هذه اسمها خصك اكد خيجن قضيه مهمه ذنيتا هو انه ويكسين تماريه الطاس ويكسين الهمه الطاس ذي الام اقل اب مسكين هذا سيقصر حار ذي يفغ
هذه حد يفضى ذي بارا الى غير ذلك ماريو فميزي غيفضى، ولكن الام بابا سي قاقش مي الصوب طاونم طاون سسقان قش مي خنخي الصوب بابا ثنخ ربدق مسكينه ذي الواجهه تكسي كافس تكسي المعاناه الى غير ذلك. ايث ما هذه السما باش اخواني تدي مشهد تمثيلي وها، ولكن مني توقع عندي الواقع نخكطا زي ما انا يسوى الطاس لدرجه انه ذيني ويزعمن الشاثن الوالدين نسان نطان تنغا بارا سمح نديسن واخس نخدمان الى غير ذلك. اما وني غادي نطاروان السرحان فقاغس هانئا لك هانئا لك سعداتك ما يمي لان رب العالمين يكشش الذريه صالحه، ربما غتيريش كوا تقدر هذيش المجهود، ولكن رب العالمين يصر حيثا فغتحمد ربي غتشكاض اسد جيرث ايثما ذي سما عزا قمه كينخ انزل الاراء نيث مثلا المشاهدين من قاندي القضيه ودغاو من ذوري ان شاء الله تعالى. الحقوق الاباء نسندين التصل الحقوق من بينها نجد ان الابن يجب ان يكون خصاتيري تحترم الاباء النص والطاس وان يكون بارا لوالديه، فكما قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذن يخصاخو حنجا ذيري تحترم الطاس الوالدين الناس ما يمي باش ينال رضا الوالدين وأن ينال رضا الله. الوالدين غسل المشاكل ثوا نسن دين الطاس والطاس نحنجا نغسل المشاكل اك الوالدين سن ما يميه بوركي نشين وغنغبو يجن العلم الدين يشاء الحقوق الابناء الواجبات الاباء وبالوالدين احسانا. يعني نشينا العقوق الوالدين الله يحفظنا، يعني من عقوق الوالدين نشين الحمد لله الوالدين غاضان خانغ ومن غني نخ الوالدين خمي غنسيو الوالدين، يعني خصنا غنكيج النقطه انغزا غادين نشي الحمد لله الدين هو دين الاسلام، والدين الاسلامي يتوسخ ما مش غير يا رب العالمين ومش غير يوصى يا رسول صلى الله عليه وسلم خل الوالدين وبالوالدين احسانا. ما مش توريغنش عقوق الوالدين، يعني ربما تيري ممكن تيري الصحبه السيئه، ربما الانسان يتجه الصحبه يعني غير صالحه. زريما كايناخ الاراء نيث مثلا كوري جمانيقا يجن كلمه في الحقيقه النتيجه تمثل خرخوعات نش بانه ذيني يتصل مشاكل جا الوالدين اضطر وتنسان الوالدين تشتشنزي يزك حنجان تشتشنزي الوالدين ماني وغنخدو غيشامي ميديني يجن الصراع جا الاجيال، الصراع جا الاجيال جا في الحقيقه، ولكن وجبوا يق الوالدين اضطر وتنسان في الحقيقه ذيني يتصل الاسباب، اما يتيري السبب ذا الفقر ان كاد الفقر ان يكون كفرا، يمكن يتيري التخلف بنادم ويغري الى غير ذلك ويسين شمام مش غير معامل، يمكن ذني يتصل امراض منتشره في المجتمع خاصه امراض القلوب، بنادم يتيري التكبر نغي يتيري الحسد نغي يتيري النفاق نغي يتيري كذا فيتجث مسرينا الثانت خل علاقه جارز فاميليا الناس، ويمكن تيري الشاس نشان الحرام مع الوقت يتفق ديك باب الناس، يعني ذي يتص الاسباب، ولكن الشيء نبدا نتعقب غير الكتاب السنه من يقى ربي من يقى رسول الله صلى الله عليه وسلم اثن ظفا ما نظفاري والله وما نيري مليح ذي البيوت النخ انيري مليح يق الوالدين النخ يكثار روكت النخ يق فاميليا النخ يق العالم من يكمل غار نظفار من ان مولانا اذا الخير خلق سبحانه جل وعلا. فمن يقى القران ما يسمع عزا في الحقيقه العلاقه جار ثار روكت الوالدين سن وطفه بخابعه النموذج مزوارو يا اما اذيري صرحا السناين يا اما غاديري النموذج والسناين يا اما ديري في السدن السناين، النموذج والثلاثه يا اما غادي يري الاب صالح مي سوا يحرين، النموذج والسابعه يا اما غادي يري الابن صالح دبابس ايوا يحرين. انزار بعض النماذج ديال القران باش نفهم القضيه يا ايث ما يسمع عزا. الاب الصالح ديال الابن الصالح ديني نماذج كثيره نختارهم النموذج سيدنا يعقوب سيدنا يوسف، سيدنا يعقوب تغذى النبي امي سيدنا يوسف تغذى النبي رنتا، فسيدنا يوسف تغذى مزيان زريج الرؤيا من سيدنا غيباباس إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أبا باقى زريخ 11 الكواكب تفوش تزيري سجدناي بابا سيفهمي لمسني غاسيري غيجن الشنطة بقران تغاس 11 طاول نصنغني، ولكن ميسني زيت مزيق قال سمية أذي يور شنحش الطم قرانت أذي يور ذي النبي إلى غير ذلك. فمن دسينا شوف الأسلوب
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. لحظة ما كيدير الأسلوب ما يسمع عزن سيدنا يوسف الناس يا أباتي باباتينو بابا سي الناس يا بني أمنوا عزن ذواني هذا الاسلوب اذا خص ندي ثودري النخ ايث ما يسمع عزن وينصحيث لان الناس غا كتعاود طاجي ثاني يثماش هذا شكن شان ترامبا شان المكيده زيك انت قمر قاش حسدن خصنا بان الحسد يمكن اش يحسد ونيش يودسن كطاز ونيش يوجن اش يحسد زكذا منش كطازير براني سوينا ما يسمع عزن بنادم يخصها ما ريسن شان السير شان حاج الطنقرات اتيسار كذلك. فتعذر وقت السلم القصه سيدنا يعقوب ابتلى رب العالمين سلعامه ذي الجفاف الى غير ذلك وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ما مجد خيط خبار القران الكريم سيدنا يوسف كذلك انضانت ذي الجوب من بعد سنتيد من بعد تضمع ذي السمغاث الملك اني غاث عبان من بعد قينت ذي الحبس ولكن بعد الابتلاء فغد زير حبس يذور غاسج المرتبه الطام قرانت يذور يحكم الى غير ذلك. فونيت هذا النموذج مزوار الاب الصالح للابن الصالح وفي الحقيقه ما يخصنا دايرين الوالده ديالي مليح فاون دايرين مليح. النموذج والسناين الاب الصالح والابن العاق هذه يري الوالد مليح صالح الى غير ذلك ولكن ميس يتقل العقوق ونشين السوار ذلك تقل العقوق. النموذج القراني السوارنخ سيدنا نوح يقث غربوت الى غير ذلك باش يستنجم المؤمنين ما مش تسنب ذي القصه التازرات من يقارس مسني اكين يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين نيكين خذيت غربوت باش وتغيمي ذيك الكافرين لان قد الطوفان انصغاق نوامان شكت نجمد نتيقا كي استغننت من سيقا قال سآوي الى جبل يعصموني من الماء قضى ورخيج مذرى يعرى هذا يستنجم زقوامان. فرميد يوسى الطوفان يسد الامر انصدار رب العالمين اغاق من يبدا يقى نوح ونادى نوح ربه فقال ربي ان ابني من اهلي فمن سيدنا رب العالمين قال يا نوح انه ليس من اهليك انه عمل غير صالح. سيدنا نوح قال يا ربي قوني ذمي غد الصرباخ من سيقار الله سبحانه جل وعلا يا نوح قوني واديش ذميش واديش زي فاميليا نشقع ما يميلي انه يجيج العمل ذا عفان يظفر الكافرين فنسال الله السلامه والعافيه. والنموذج الثالث يتيري الابن يجن صالح ابن صالح الاب ذر كيف نسال الله السلامه والعافيه. النموذج سيدنا ابراهيم عليه السلام يكباباس ولكن خزاير خانتي وارين إذ قال لأبيه سيدنا إبراهيم يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهديك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان أبا وعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا لأن ذين أولياء الرحمن ذين أولياء الشيطان. قال أراغب عن آلهتي يا إبراهيم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم انت قارس بحيث الشيطان اتقي انت قارس ما ذوق اذا يستطاع تعبد الشيطان تعبد الالهين ويزرن يعبد الى غير ذلك فيجن صراع لدرجه انه يبدا يستغفر سباباس يا ربي غفار سبابا ارمثين هاسي رب العالمين الناس ولا استغفار شان باباش. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه يلقى ابراهيم اباه فيقول يا ربي انك وعدتني ان لا تخزيني يوم يبعثون من تسغيني سيدي رب العالمين فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين. يوم القيامة سيني يا ربي غفار سبابا قد جهنم يحرق يجمو باش انت عفان اسيني حارم الجنة دخل الكافرين وخذ باباش والتيري وزي الجاهلين يعني غادي يفتاد ما نغني اضغفاغي باباش. كذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عزيزيس ابو طالب بابس علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه يا ابا ثقه سرخاء في قارس عزيزي سرم قاش كم شنو بابا سرم تبغى سيدي رب العالمين انت يوقي يبدا يستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس والله حم استغفار غير ذي غينها سيدي رب العالمين ارمثين سيدي رب بما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين قال النبي للمؤمنين واستغفار شاغل المشركين يخني بد رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفار شاء عزيزي ذين نموذج
الرابع عيث ما يسمع عزن وقت السيور بالوقت خاص السيور هو الاب ويتجيبو مليح ميس ويتجيبو مليح. هنا ما ديش كثير ين هذه المجتمع ينيتو غير الرسول صلى الله عليه وسلم تاذن نيثني طاونصن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد يعفو رب العالمين خطاونصن سوين ذي الكتاب مهم واللي خصنا خاص يطلع العنوان الناس ابناء في الجنه واباء في النار. احنا جاني غيرين دي الجن ذو الوالدين سني الجن ذي تمسي ايث ما تسمع عزنا ذلك تنطق هذاك يوم غون كار الفقريه ثانيتا رخو انغزار الاراء ذي الاسئله المشاهدين نغني غدا من ندور. العقوق ديال المجتمع النخي كثا يطاس للاسف الشديد الشباب النخ يعني اعرضوا عن الوالدين باش نقاس اللغه العربيه شيء ضعف بس دي دار العجزه ولا حول ولا قوه الا بالله. خصنا نأدى نكش الحقوق نخي الوالدين نخ ولا تقول لهما اف ولا تنهرهما. يعني خصنا نعامل الوالدين نغ هذا بالنسبه نعاون بالنسبه نهني غدي عبا نقول الحمد لله مش نغدا عبا نهني تواسنا نخكتا ونشي مره من غنيني ندكر غادي تفكو الشيء ولا ديال القران الكريم. الزخ الانسان خمي غير يأدى الواجب من الوالدين النس بكاملها ما يتعسش الحقوق نتاع الوالدين النس هذا يستقشن هذا يستعر. روح مثلا والدينو ما راكين خافيها غير هذيك خشى المعصيه يعني خاف خبرين سي ربي ما تنتيع خمل له. زيمانة ويطغ مرة علماء الدين القنوات البرامج من ساور نهارة أتشرحن من الحقوق الآباء من الحقوق الأبناء. حيث ما يسمى ثفا كاين الاراء نيث مثلا المواطنين الاسئله نسن الحقيقه يجوا مثلا يتسقسى يجي سؤال مهم هل يجوز طاعه الوالدين في المعصيه؟ ما يجوز الطاعه الوالدين نش ما رومانشك المعصيه انا رب العالمين من يتوين غير الحرام. في الحقيقه طاعه الوالدين واجبه ولكن استخس مليح سكولا رزقك في غير معصيه. مالا في طاعة الله تعالى طاعة الوالدين من منانش مالا تسمى هذاس هاك الاستطاعة ذوني انت ولكن في غير معصية اشيني تعصيد رب العالمين لا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقار لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والطاعة ويش المخلوق مش ما يلقى واخذ الوالدين ما راهو مانش تعصيد مولانا سبحانه جل وعلا لأن ربي يمارش التعبد ذنتا وحدث والسناين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. الطاعة والتيري أبو ذي المعصية عماس إنما التيري ذي المعروف. ومولانا سبحانه جل وعلا من يقال الله سبحانه وتعالى قالش وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ما رغما شان الشركة كذي غاكذا سنتعظ وهذا سنتعاشا يقار مولانا سبحانه جل وعلا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة إجا كيس الخير ذي الإحسان إلى غير ذلك ولكن سنتعظ المعصية يمكن يقصر حار أسني يقصر حار سيني قوانين تحس بخيخ في النزي السغنانت إلى غير ذلك دي وضي جنهار سيني غاسر حق ما روى يعترف بأن غاك الحق ذي الدنيا غادي يعترف متاخر ذي الاخره والعياذ بالله تعالى من غير السن الله غاكي غير حق لانه تغي طماش تيجي نحجث وهذا يثبت عن الله سبحانه وتعالى. الخلاصه ما نيايث ما يسمع عزن بنادم غادي يطاع الوالدين سنه سني يقرخا خاصني يخدم خاصني يجاهد في سبيل الله تعالى اصني يرفع يفدن الزاتي وذان الى غير ذلك اصني حمار غنبوب مجلس نقا ولكن ويعصي مولانا سبحانه جل وعلا غاوم تنضم غبار ناخذ دور العجزه ما مش تقني روميا روميا الطز زي سنسرمن ما يمي غاس التعامل زرين جاي مسرمن الاباء ذي الابناء يقارس باش غاس 90 سنه عاد كيك ذي ثداث يقارس واه او الشباب غايوض 18 سنه نضاخ دار العجزه فيتسن الاخلاق ذي الادب الاسلام يتادف غا الاسلام ايثما ذي يسمع عزن اما اني الشثن الوالدين سان تانسن من زي غصغني كاع الروثن ما والو تعذبن ثاني غير ذلك فين التاسد رب العالمين خصني توب لانه تكين يجن حاج تزي الكبائر يجن حاج التنقرات ايثما ذي يسمع عزن ذوك كاع الروبورتاج كي الخضفام شنيث مثلا تسقسان حقوق الابناء ما الوالدين وهي غتجي الحقوق اللي غادي حنجان غاسن الحقوق في الحقيقه خرجت نورمالمون يخص غادي السيور حقوق الاباء والابناء معا ولكن وقت السكويت جا
نوعى ذيك النيو ذي الحلقه غيدي كوان ان شاء الله تعالى غنسيو حقوق الابناء. فما مش داسني يعجب رحاري الاباء نهارا ان شاء الله ذي وش غاداسني يعجب رحاري الابناء، لان الاسلام يكشى الحقوق الاباء ذي الابناء وتجيبوا الاباؤها ايث ما يسمع عزا. وقبل راك يوم كمل الحلقه يا غنخرج تنايني سقسان وسينا غد خاص صفحه البرنامج الطاسي سقسان الغزاره بعدا يجنو سقسيني ثنين سقسان يجوا مثلا يقار هل عدم زياره الوالدين باستمرار يعتبر عقوقا؟ بمعنى ما راه وثقيدوا الزياره غير الوالدين شان تزو هذا الطاس بعد كل سيمانه كل 2 سيمانات ميتو حسب العقوق على حسب الاستطاعه والقدره. مرتو بنادم اقدر خارج ويز مرض يعقح لان رنت يقطاون سيمرش الى غير ذلك عندي فقد شويه التليفون هذه تقسم ما يخصيت نشان حاجات ما يخصيت الميزي غيح نغوض بيب وغاسن بوصي غورو وغاسن والو الى غير ذلك ما يخصيت نشان السوق ما يخصيت ما راه لاباس عليهم ما يخصيت حجنا حني سكت حجنا ما حد عاد دان اني صفاح هكيسني فاح الى غير ذلك. اما مرتو يزد غديت ماذا ف تغيو السيثاني خص يكون نهار يومين نزار تغيو جيت شويه ديال المغرب ولكن اقين ديال النظار مثلا تخدم ديال رباطني غادي الدار البيضاء يجوا ماضي سيمانه يجوا ماضي سيمانات على الاكثر يجوا ماضي شهر عندي فقد التليفون الى غير ذلك. فيناد الوالدين وجر غيمثل سيني وموثن عليك تغاس تاع كل سيمانه يجوا مثلا نغني غاسي يجوا سقسين نغني هل الانفاق على الوالدين واجب في الاسلام رغم وجود ابناء اخرين؟ ما الانفاق الوالدين واجب ذي الاسلام وخاتو غاسن يعني غتصيح نجان لان يمكنش كثير يضم مزيان قادين وجانش ثناين ثلاثه اربعه ثماش الى غير ذلك خدم من غير الوالدين ولكن اش تخدم غاك الثمانيات ما واجب خاص نفقد واجب خاص نفقد حسب الاستطاعه نج وشمارة الوالدين في الحقيقه قواني خص والو قوا تجي خص ضروري خص خدمه خص غا شويه الحنان شويه الاهتمام شويه اودي ماشي خسان شويه كذا ولكن شكون خصهاش غيثماش ايثماش تقن تصغات نصن تقن خارو من زمان ربي العالمين اني حاسب وحسن اني جزا وحسن شك ربي العالمين شي حاسب وحدش اشي جزا وحدش فحاول رش كتقد المجهود ومن زمان ان شاء الله تعالى ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ايثما ذي سماعي الزنر ذاني تتقوض هكيوم غون كارنت خرستا ارغى نفس القاد كيجي الحلقه نغني القراوم نجاكني ودير ما ندير هنا اكني وحفظ ربي كني الوالدين وماره والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.